بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى ماما مشيت بمثل إيه ختامها مسك زي ما انتم شايفين كده عيش بلحمة، دي اللحمة الحراقة اللي فيها الشطة الحمرا دي، ودي اللي فيها الفلفل الأخضر باللحمة الباردة، وده العجينة وبسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ماما قالت أختم لكم بقى رمضان كده إيه ختامه مسك، وقعدت بقى بتعمله في البيت يا جماعة تحفة تحفة تحفة. مفيش أحسن من عمايل البيت وعمايل إيديكي والنضافة. ما تنسوش بقى تذكروا الله في كل وقت ألا بذكر الله تطمئن القلوب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أبرأ من حول قوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين يا رب العالمين. بصوا بقى عايزة أقول لكم أنا ما نزلتش فيديوهات بقالي 4 أيام، فعايزاكم بقى إيه الفيديو ده كده إيه تحطوا عليه لايكات كتير وتحطوا عليه كومنتات كتير، لان انا كنت تعبانه عندي دور برد زي ما انتم سامعين صوتي كده، وكان اصلا صوتي كان رايح ما كنتش عارفه ان انا اتكلم اصلا عشان اطلع لكم في فيديو النهارده، يعني شويه الحمد لله احسن شويه. غير كده كان صوتي بقى كان رايح اصلا خالص ما كنتش هتفهموا مني ولا كلمه، فاعذروني وادعوا لي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب. هنا ماما عملت اهي بتخرمه كده من النص زي ما انتم شايفين، وبتبل وش الرغيف ميه علشان خاطر يطلع معاكي طري وشه ما ينشفش ويطلع معاكي طري كده وايه وحلو. بصوا، وهنا دخلنا اهوت في الفرن مشغلين من تحت بس لسه هنشغل من فوق كمان. لما لما نبدأ ان احنا نحضر الرغيف التاني احنا بنحط كده اول باول عشان نلحق طبعا ايه قبل الفطار كله ايه يخلص. قلت اوريكم برضو رغيف تاني اهوت وهي بتعمله. طبعا كله عارف تتبيلة اللحمة بتاعت العيش بلحمة، بس في ناس بتحط عليها خضرة وناس بتحط جزر، هي ماما ما بتحبش الخضرة ولا احنا اصلا بنحب الخضرة عليه. احنا بنحبه البقدونس ما بنحبوهاش برضه عليه، يعني احنا بنحبه كده البصل ونحرقوه التوابل والفلفل الاخضر والفلفل الحامي ونحرقوه بقى يبقى حراق كده ويتاكل ايه تحفة. بس احنا عملنا ايه ماما بتعمل شوية باردين عشان الولاد وعشان بابا مش بياكل حراق، بتعمل منه شوية بارد وبتعمل الباقي ايه حراق زي ما انتم شايفين كده. عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. ربنا طلعنا من رمضان الحمد لله. ربنا يكبر بخاطركم وخاطرنا يطلعنا يا رب مجبورين كلنا يا رب احنا وانتم يا رب. يطلعنا من رمضان مجبورين كلنا احنا وانتم يا رب، نطلع من رمضان كلنا كل واحد عنده حلم ربنا يحققه له. اللي مشتاق للذرية الصالحة ربنا يديه، واللي محتاج ان ربنا يفك كربه ربنا يفك كربه، واللي محتاج ان ربنا يزيل همه ربنا يزيل همه. يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله ما نطلع من رمضان كلنا الا واحنا مجبورين الخاطر يا رب. كلنا نطلع محققين كل اللي بنحلم بيه، كلنا نطلع مجبورين الخاطر. وكلنا نطلع فرحانين وسعد ومتهنيين، وربنا يجعله عيد سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب. تعالوا بقى نشوفوا الرغيف بقى اللي طلع. بصوا شايفين لونه تحفة ازاي يا ولاد، من تحت ومن فوق متحمر ولونه تحفة 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 لونه جميل. احنا بنقطعه بمخرطة الملوخية، بس انا قلت ايه اقطع ده كده للولاد عشان ياكلوا منه الولاد الصغيرين ايه ما هم الصايمين هم كده كده فاطرين، قلت ياكلوا منه قلت اوريهولكوا كده، لكن احنا لسه بقى هنكمل يومنا. بصوا شايفين المنظر شايفين تحفة يا جماعة، وقلبه مليان لحمة وجميل جميل جميل جميل. بصوا الجمال، تسلم ايدك يا ماما، كل سنة وانت طيبة وكل سنة وانت معانا ومش حرمانة من اي حاجة يا رب. شايفين الجمال تحفة. واحنا بقى قاعدين كده لقينا مين معدي في الشارع، الراجل اللي بيعدي يطبل ده وينده على اسامي الولاد ومش عارفة ايه، قلت بقى اوريهولكوا كده خليكم معاه وشوفوا. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، لايك.